الله قال للنبي ولسوف يعطيك شنو؟ أنا أتمنى تساعدوني، يعني أتمنى نسولف حتى ما حد يعوفني. ولسوف يعطيك ربك فترضى. المصمم محمد السويدي. هسه ما أدري الآية بيها التفاتة. مو أرضيك بما أعطيك، وإنما أعطيك حتى أرضيك. ما أدري أكو فرق بين الأمرين؟ ترى هواي أكو فرق، فكروا بيهم، هواي أكو فرق. ولسوف يعطيك، يعطيك مضارع، ولسوف يعطيك ربك يا محمد، يعطيك ربك فترضى. أبقى أعطيك إلى أن ترضى، إلى أن ترضى. مو أرضيك بما أعطيك، أعطيك إلى أن أرضيك. توقع هذا شنو العطاء اللي الله يعطي لرسوله في سورة الكوثر؟ قال إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في لغة العرب الخير الكثير. هم رجعنا للخير الكثير. الكوثر في لغة العرب الخير الكثير، والخير الكثير الذي أعطي لرسول الله ورضى به صلى الله عليه وآله فاطمة وأولادها وزوجها. إذن فاطمة. وطبعا إن أعطيناك الكوثر فاطمة ما حد يقدر يقول تفسير، يعني حتى ذا يذكرون المفسرون يذكرون أشكال وألوان، ولكن صاحب الميزان عنده حكاية هواي جميلة بالميزان. يقول آخر السورة يدل على أولها. آخر السورة سورة الكوثر يقول آخرها يدل شنو معنى أولها. أصلا ما تحتاج. شلون سيدنا؟ قال اقرأ السورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر صارت في قبال شنو؟ الأبتر. الأبتر يعني منقطع الذرية، فلما يصير الكوثر في قبال منقطع الذرية يعني شنو الكوثر؟ يعني صاحب ذرية كثيرة. فالخير الكثير اللي أعطي لرسول الله ورضى به النبي هو الذرية الكثيرة. سؤال، اسأل مسلم، اسأل غير مسلم، اسأل من هالطرف من ذاك الطرف، ذرية النبي إلها طريق غير فاطمة؟ هاي بعد تحتاج روح، بعد ما فيها. اسأل حتى اليهودي، اسأل حتى النصراني، مو قضية شيعي وسني وما أدري شنو. عوف هاي السؤال. اسأل الدنيا كلها، قل لهم محمد منين ذريته؟ يقول لك من بنته فاطمة، ما عنده غير فاطمة. فاطمة وذرية فاطمة. القرآن اعتبر فاطمة وأولادها كوثر في قبال الأبتر، لأن ذاك كان يقول لمحمد أنت أبتر ما يصير عندك ذرية. الله تعالى قال محمد، قال له أنت الكوثر وعدوك اللي عنده أولاد راح يصير أبتر، وأنت راح تصير كوثر، ذريتك راح تملأ الدنيا يا محمد، راح نملأ الدنيا بذريتك. واللي قال لك أبتر ذريته راح تنقطع، وانقطعت ذريته ودي اليوم ماكو، لا إلى وجود وراح. وأبو الزهراء ذريته ترست الدنيا كما القرآن ذكر. وهذا طبعا من الإعجاز الغيبي القرآني، من باب الشيء يذكر، هذا من الإعجاز الغيبي القرآني. يعني السورة أول ما نزلت النبي كان بعده ما صاير كوثر، يعني ما كان عنده ذرية كثيرة النبي ما كان. وعدوه اللي قال للنبي أنت أبتر كان عنده شنو؟ كان عنده ذرية. السورة نزلت قالت له هذا راح يصير أبتر وانت راح تصير كوثر، وتحققت على أرض الواقع. فمعنى القرآن حق ومو حق، وإلا هذا إخبار بما سيكون، هذا إخبار بالغيب. لو القرآن مو من الله ايش مدري النبي، ايش مدري هذا راح يصير وصار.